يلا بقى نعمل أكلة كده جميلة وحلوة كده ولذيذة، وتنفعك كمان في رمضان، وتنفعك في أي عزومة. بجد بجد هتشرفك وهتبقى جميلة جدا، وطبق جديد وحلو يعني. تعالي أقولك بقى الطعم ولا التسوية بتاعتها بصراحة. واللحم هنا دايبة دايبة جميلة مع شوية الشعرية المتحمرة دي. جميلة جدا، وهقولك يلا عملناها ازاي. بس قبل ما نبتدي، وصوص اللحمة كمان نسيناه. لا يلا بجد هقولك الجمال ده حلو قوي وطعمه جميل قوي. يلا بينا. واحنا شغالين كده يلا معايا بقى لايك وشير يا حبايبي. يلا عايزة دعم منكم كده جميل وحلو زيكم كده. يلا حبايبي معايا. في الاول هنا كده جبنا الماده الدهنيه بتاعتنا، عباره عن كده معلقه سمنه، وحابه تحطي زيت تمام مفيش مشكله. وضيفي كده عليها تمام. ضيفي كده عليها اللحمه، واديها كده على الوشين كده صدمه عشان بقفل مسام اللحمه الشرايح اللي معايا. وبضيفها كده واحده واحده، بحيث ان انا بديها على كل الجوانب رشة ملح وفلفل كده، يا رب كده يعني ايه كده على الوش كده من الناحيتين واحنا شغالين كده. ولما نحس انها خلاص خدت لون او اتقفلت المسام بتاعها كده وتغير اللون بتاعها، بقلبها على الناحية التانية. تمام. برضو ما اجي اقلبها برضو بنضيف عليها ملح وفلفل، ده ضروري. وهنا وهنا طبعا بنديها لون زي ما انتوا عارفين كده. تمام. هبدأ بقى اضيف عليها المكونات بتاعتي. معايا كده بصلتين مقطعاهم كده جوليان، بضيفهم على اللحمة. واضيف بقى البهارات بتاعتي. معايا هنا معلقة 7 بهارات، ومعايا هنا برضو فلفل وملح، وبضيف كمان بهارات لحمة موجودة عندي. انا عايزة اعمل الدريسنج بتاعي يكون غني كده بالطعم ويبقى جميل كده، وابدا احتاجه مثلا معايا في الوجبه. تمام. هنا ضفنا معايا برضو بهارات اللحمه و7 بهارات من كل حاجه كده، معلقه صغيره، وملح وفلفل. بقلب بقى انا كل المكونات عندي كده، ما ادمجهم كده مع بعض. وبعدين عشان اعمل له التسويه ببدا كده اضيف له كده نص كوبايه ميه بنص كوبايه ميه لحد ما يستوي ويبقى جميل. هنا انا حمرت معايا شعريه عشان ما ضيعش وقتكم معايا. وببدا بقى اضيف لها اسوي الشعريه بعد ما حمرتها كده. ضفت لها بقى الميه، وحط لها بقى الملح بتاعها مع الفلفل. تمام. وبرده هنا هضيف لها شويه كده بهارات، 7 بهارات كده معايا، تديها برضو طعم وقرفه. تمام. برضو ضروري القرفه يا جماعه، بتديها نكهه وحلوه قوي في الشعريه المتحمره. او لو رز برضو محمر عادي مفيش مشكله، بس انا حبيت هنا اغير وعملت كوبايتين شعريه مع معلقه صلصه كبيره. بقلبها كده هنا كويس عندي. وبلاقي مثلا احتاجت ميه، انت غطي الشعريه تبقى مغطيه كويس قوي بالميه، وتدخليها في السوا معاكي. تمام. وببدا هنا اعمل عشان تدخل في السوا معايا. اول برضو محتاجت شويه ميه، بغطيها كويس جدا بالميه. تمام. بقلبها بقى وتغطيها. اول ما تاخد اول غلوه بتبداي تهدي النار عليها. طعمها حلو قوي ومختلفه شويه، والتغيير معاكي بيبقى طعمها حلو قوي. هنا هعمل جنبها شويه بصراحه ملوخيه. احنا بصراحه يعني بنعشق الملوخيه جدا، يعني بناخدها كده كحاجه كده زي الشوربه، بتبقى طعمها حلو قوي. معانا هنا ورا مجهزه الطاسه بتاعتي الصغيره، بحط فيها معلقه زبده كده، سمنه كده فلاحي، مع الثوم مع الكزبره، وبعمل الطشه بتاعتها جميله جدا يا جماعه وطعمها. وبحب اضيف بصراحه كمان مع الملوخيه كده دي فروزن، دي ملوخيه فروزن معايا. بحب اضيف لها برضو كده يعني معلقه صغيره من السكر
جوه الملوخية نفسها بتدي طعم وتسكيرة. مع مرق الدجاج فورية برضو لازم ادعمها مع الشوربة، ما تبقاش كده بس، ده بيغير النكهة والريحة بتاعة الملوخية، بيخليها يا جماعة بصراحة في حتة تانية خالص. احنا على طول يعني بصراحة بعملها جنب اي وجبة كده، سهلة كده وحلوة وخفيفة يعني. وغير كده مفيدة برضو، يعني الملوخية اصلا فيها حديد وجميلة جدا ومفيدة يعني. بتبقى كمان جنب الاكل زي كده شوربة جميلة، اللي عايز بقى ياكلها مع الحاجة، مع الشعرية او مع الرز او يعيش اي حاجة هتمشي معاكي. يعني انا بعملها كمان مع المحشي، يعني انا بحب اعمل الملوخية دايما كمان، معرفش هي مرتبطة كده ارتباط كده معانا يعني. فتمام، حلوة قوي وجميلة، وكل الأطفال كمان بيحبوها دايما مع الرز بالشعرية. بس هنا احنا طبعا عاملين شعرية بس، مغيرين في الوصفة شوية. بس أنا عايزاكم هنا تجربوا الوصفة يا جماعة، والله هتعجبكم جدا. خلاص هنا اللحمة استوت معايا، بتفضلي مهدية النار، والصوص بتاعها ده برضو لو انتي ما استخدمتوش دلوقتي شيليه في اي عبوه وتستخدميه. هنا طبعا محمرين شويه لوز معانا وزبيب، وضفته هنا على وش الرز باللحمه، قصدي الشعريه باللحمه، جميله جدا. وملوخيه، يلا بينا.